سؤال واحد بس عاوزك تجاوب عليه بصدق مع نفسك. امتى آخر مرة خرجت فيها من بيتك في كندا؟ مش علشان شغل، مش علشان سوبر ماركت، ومش علشان دكتور. خرجت بس علشان انت عاوز تخرج وتستمتع. لو إجابتك مش فاكر يبقى الفيديو ده ليك بجد. النهاردة مش هنتكلم عن شغل ولا فلوس ولا أوراق ولا حتى هجرة. النهاردة هنتكلم عن حاجة بننساها في زحمة الحياة والضغط هنا في كندا. ازاي تعيش وتستمتع فعلا بكندا. خليني احكي لك على حاجة لاحظتها في ناس كتير جدا هنا في كندا. بيجوا بحلم كبير، بيشتغلوا، بيوفروا، بيبعتوا لأهلهم، بيدفعوا إيجار شقتهم أو بيتهم، بيروحوا السوبر ماركت، بيرجعوا البيت وبيناموا، وتاني يوم بيكرروا نفس الروتين تقريبا. وبعد سنة أو سنتين بيتلفتوا حواليهم ويقولوا لنفسهم أنا عايش في كندا ولا بس موجود فيها وخلاص. الفرق الكبير ده بين كلمة موجود وكلمة عايش ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. لأن كندا غير الشغل والفلوس والأوراق الرسمية فيها حاجات تانية كتيرة جميلة جدا، وناس كتير بتعدي عليها من غير ما تحس بيها ولا تستمتع بيها. يلا بينا نشوفها. أولا، الطبيعة، الحاجة المجانية اللي بتغير نفسيتك. أول حاجة وأرخص حاجة وأجمل حاجة هي الطبيعة. كندا من أجمل بلاد العالم في طبيعتها البكر، وأغلب الأماكن الطبيعية دي مجانية تماما ومفتوحة للكل. الباركس أو الحدائق العامة في كل مدينة كندية في حدائق عامة قريبة جدا من بيتك، مش محتاجة تسافر بالساعات ومش محتاجة تدفع فلوس. كل اللي محتاجاه إنك تنزل وتتمشى فيها. بتلاقي حدائق فيها بحيرات، مسارات مشي، ومساحات خضراء واسعة وزيارتها العادية من غير أي فلوس. وفي الشتاء نفس البارك دي بتتحول لسكيتنج رينكس أو مساحات تزحلق، تقدر تجرب إنك تتزحلق على الجليد لأول مرة في حياتك. التريلز أو مسارات التمشية، لو بتحب المشي أو ركوب العجل، كل مدينة في كندا فيها شبكة تريل طويلة جدا ومتجهزة للموضوع ده، بتتمشى فيها وتتنفس هواء نظيف وتصفي دماغك من كل حاجة. البحيرات، كندا فيها أكتر من 3 مليون بحيرة. 3 مليون، مش 3 بس، وكتير منهم قريبين جدا من المدن. في الصيف بتروح تقعد على الشاطئ، تعوم، تصطاد، ومعظم دخولها بيبقى مجاني. ليه ده مهم لنفسيتك؟ في دراسات بتقول إن 20 دقيقة بس في الطبيعة يوميا بتقلل التوتر بنسبة 30%. وفي كندا الطبيعة على بعد خطوات منك، مش محتاجة تدور عليها كتير. ثانيا، الفعاليات والمهرجانات. كندا بتتكلم وانت بتسمع. تاني حاجة بتغير مودك هي الفعاليات والمهرجانات. كندا بلد فيها فعاليات ومهرجانات على مدار السنة كلها، وللأسف في ناس كتير ساكنين هنا ومش عارفين عنها حاجة. في الصيف كل مدينة كندية تقريبا عندها مهرجان خاص بيها، موسيقى، أكل، وثقافات متعددة من كل أنحاء العالم، وأغلبها مجاني أو برسوم بسيطة جدا. بتلاقي مهرجانات ثقافية فيها أجنحة بتمثل ثقافات مختلفة، وطبعا في أجنحة عربية مميزة جدا، وده لوحده تجربة مختلفة. في الشتاء معظم الناس بتفتكر ان في كندا تدخل بيتك وتقفل على نفسك لحد ما الربيع يجي، وده اكبر غلطة. في اغلب المدن بتلاقي مهرجانات ضخمة في قلب التلج والشتاء، نار في الهواء الطلق، موسيقى، اكل، وناس بتحتفل بالشتاء بدل ما تشتكي منه وتقعد تتذمر طول الوقت. بيعيشوا حياتهم صح، وده بيفرق كتير. ليه لازم تروح الفعاليات دي؟ مش بس علشان المتعة والتغيير، بس علشان تتعرف على ناس جديدة وتبني كونكشنز، وبتحس انك جزء فعلا من المجتمع ده، مش بس ساكن فيه وخلاص. ثالثا، الأكل والكافيهات. كندا متنوعة جدا وده في الأكل كمان. تالت حاجة، ودي اللي بتفاجئ ناس كتير لما بيوصلوا هنا، تنوع الأكل في كندا. التنوع هنا مجنون بمعنى الكلمة. في كل مدينة كندية هتلاقي مطاعم من كل أنحاء العالم كله، مطاعم عربية، هندية، صينية، إيطالية، مكسيكية، أثيوبية، وكمان مطاعم كندية أصلية بتقدم أكل محلي. التجربة اللي بنصحك بيها كل شهر جرب مطعم من ثقافة جديدة مش عارفها. مش لازم تكون غالية، في مطاعم كتير ب $15 أو $20 للشخص. وفي حاجات لطيفة جدا في كندا اسمها فارمز ماركت، بتلاقي فيها خضار وفاكهة طازة، عسل، مربى، بيض، وكل دي جاية من المزارع المحلية مباشرة، والأسعار أحيانا بتكون أحسن من السوبر ماركتات وبتبقى طازة. الكافيهات، كندا عندها ثقافة كافيه جميلة جدا، مش بس تيم هورتنز اللي على كل ناصية هتلاقيه. في كافيهات صغيرة مستقلة ليها أجواء دافية ومختلفة خالص عن تيم هورتنز. إنك تروح تشتغل هناك وإنت بتشرب قهوتك وتقرا كتاب من كافيه جديد، تجربة بتغير مزاجك ويومك تماما، وده طبعا ممكن تعمله من فترة للتانية، ما بقولش كل يوم. رابعا، التطوع والمجتمع. أسرع طريقة تحس إنك في بيتك. رابع حاجة، ودي اللي محدش بيفكر فيها في البداية، هي التطوع. في كندا التطوع مش بس حاجة كويسة بتعملها، ده جزء أصيل من الثقافة الكندية، وفيه فوائد عملية ضخمة جدا ليك انت شخصيا. بتتعرف على ناس أسرع،
أسرع طريقة تبني علاقات وصداقات حقيقية في كندا هي إنك تتطوع في مكان بيهمك. مش محتاج تتكلم كتير، بس تكون موجود وبتساعد، وده بيديك كنديان اكسبيرينس، وده اللي الشركات بتطلبه في الريزومي بتاعهم. التطوع بيتحسب رسميا ككنديان اكسبيرينس، ولما بتضيفه في السي في بتاعك ممكن يفتح لك باب لوظيفة غير متوقعة. بتحس بالانتماء لما بتساعد المجتمع اللي انت عايش فيه، بتحس انك جزء منه وبتسيب اثر فيه، مش بس حد ساكن وبياخد كل حاجة هو عاوزها وخلاص وبيمشي. تقدر تتطوع فين؟ أبسط حاجة الفود بانكس، المستشفيات، المدارس، الجمعيات العربية، ومراكز المسنين. كل دي أماكن محتاجة متطوعين باستمرار، والتطوع فيها مفتوح ومجاني. خامسا التعليم والتطوير. كندا بتعلمك مجانا، انت عارف ده؟ خامس حاجة، وده هيفاجئك جدا، فرص التعليم المجاني في كندا كتيرة جدا. في فرص تعليم وتطوير كتير، يا إما مجانية بالكامل أو برسوم رمزية بسيطة جدا. المكتبات العامة. المكتبة العامة في كندا مش مجرد مكان فيه كتب وخلاص، فيه كمبيوترات مجانية، إنترنت كويس، وكورسات أونلاين مدفوعة ومجانية ليك زي LinkedIn Learning and Canopy، وأحيانا ورش عمل وفيها فعاليات للأطفال وللكبار. وكل ده مجاني تماما بمجرد إنك تعمل كارت المكتبة بتاعك. وكل مدينة فيها مكتبات كتير. الكوميونيتي سنترز، في كل حي كندي تقريبا في كوميونيتي سنتر، هتلاقي فيهم كلاسات للرياضة وكلاسات للطبخ، كلاسات للغة، وفعاليات للأطفال، وبأسعار رمزية جدا أو ساعات بتبقى مجانية. الكونتينيوينج إديوكيشن، معظم الكليات الكندية بتقدم دورات قصيرة للكبار، بتبقى مسائية أو أونلاين. ممكن تتعلم مهارة جديدة تماما في 2 أو 3 شهور، وأسعارها بتكون أقل بكتير من الدرجات الأكاديمية الكاملة. خليني أختم معاك بجملة واحدة من القلب. كندا مش بس مكان بتيجي تشتغل فيه وتوفر فلوس وتدفع فواتير وخلاص. كندا بلد فيها حياة حقيقية لو انت قررت تعيشها صح. الفرق بين واحد عايش في كندا وواحد موجود فيها بس مش في الفلوس ولا في الوقت، الفرق في القرار انك تطلع، تجرب، تتعرف على ناس، وتسمح لنفسك تستمتع ببلد انت تعبت جدا وعافرت عشان توصل لها. كندا بتستاهل منك انك تعيشها صح. دلوقتي اكتبولي في التعليقات تحت احسن حاجة عملتها في كندا بره اطار الشغل والروتين هي ايه؟ ولو لسه بره كندا، اكتر حاجة بتفكر تعملها اول ما توصل كندا هي ايه؟ بعد طبعا ما تلاقي الشغل وتستقر. وزي ما انتوا عارفين انا بقرا كل التعليقات وبرد عليها. ولو عندك صاحبك محتاج يسمع ان الحياة في كندا فيها اكتر من مجرد شغل وضغط، شارك مع الفيديو ده فورا. وما تنسانيش من اللايك الجميل، Smash that like button. وانك تشترك في القناة، وتابعوني على كل السوشيال ميديا بتاعتي. كل اسبوع في محتوى جديد عن كندا يهمك فعلا. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون وقاحل. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي انا لسه مكمل. لايف ان كندا ارضي قصتي للافضل.